ينضم إلينا من القاهرة الدكتور نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة القبطية. دكتور نجيب، بداية هل توافرت لديك أي معلومات جديدة عن حادث قطار المنيا في صعيد مصر؟ للأسف الشديد أن ما حدث في قطار الصعيد اليوم ومنذ ساعة ونصف تقريبا حينما صعد أحد مندوبي الشرطة وقتل قبطي وأصاب 5 منهم 2 سيدات و2 أنسات وأيضا خطيب إحدى الفتيات كنا قادمات إلى القاهرة. هذا الفعل للأسف الشديد لا نقول أنه فعل عشوائي، وإنما هو فعل منظم لم يقصد سوى الأقباط فقط، لأنه استطاع أن يميز الأقباط لأنه لم يصب أحد من المسلمين بأي أذى رغم زحمة القطار، وأيضا لأن قد تعرف عليهم من خلال ما كانوا يقومون به من ترانيم وأناشيد دينية في هذا القطار وكانوا يجلسون سويا. طيب دكتور نجيب، عفوا، لكن المعلومات تفيد بأن إطلاق النار كان عشوائيا. الرجل ركب القطار، قام بإطلاق النار، ثم ترك القطار. محافظ المنيا يستبعد أي ثأر، لم يعرف مرتكب هذا الهجوم هوية هؤلاء الأشخاص. لا، لو كان هذا عشوائيا لكان قد أصاب حتى واحد من الإخوة المسلمين، لكن هو لم يصب سوى المسيحيين. وهكذا اعتاد محافظ المنيا، وهكذا اعتادت الداخلية أن تعوم الموضوع وأن تعمم الموضوع. يعني هل طيب، هل أنت تقول دكتور نجيب أنت تستبعد أن يكون هذا العمل فرديا، وأنت تقول أنه يندرج تحت إطار استهداف المسيحيين في مصر؟ هذا العمل طائفي، وهو ضمن سلسلة استهداف المسيحيين في مصر، ومن قبلها مذبحة الإسكندرية. ويؤسفني أن وزارة الداخلية أصدرت بيان متعجل وقالت أنه مضطرب نفسيا. هل المضطرب نفسيا يعطى له سلاح؟ هل المضطرب نفسيا يعطى له طبنجة وذخيرة؟ هل المضطرب نفسيا يستطيع أن يميز بين الأقباط والمسلمين؟ هل المضطرب نفسيا يحمل سلاح لكي يعتدي على رؤسائه؟ ربما كان هذا قد ممكن يحدث. أعتقد أن هذا الحادث طائفي ومدبر ولم يقصد به سوى المسيحيين. وأقول لوزير الداخلية لا تستخف بعقول المسيحيين، ولا تستخف أيضا بدماء المسيحيين، لأنه كما قال السيد الرئيس أن دماء الأقباط ليست رخيصة، وأننا أطالب بإقالة وزير الداخلية مرة أخرى. لأن كيف يبقى الوزير الداخلية في موقعه؟ دكتور نجيب، أنت تقول إن هذا الهجوم طائفي ومدبر. إلى ماذا تستند في هذا التصريح؟ ما دليلك؟ أستند في هذا أن الذي قتل والذي جرح هم مسيحيين، ولا يوجد أي أذى أو أي إصابة. أستند في هذا أن الجاني قد قال الله أكبر 3 مرات حسبما سمعت قبل أن يطلق النار. فهذا كله مدبر ضد المسيحيين وليس ضد أي شخص آخر. طيب دكتور نجيب، لننتظر مجريات التحقيق في هذا الحادث. أريد أن أعود إلى موضوع استدعاء مصر لسفيرتها في الفاتيكان وما حدث من تصريحات البابا بنديكتوس السادس عشر. يعني خلاف خرج إلى العلن بين السلطات المصرية والفاتيكان بسبب تصريحات البابا التي تدعو دول الشرق الأوسط إلى حماية المواطنين المسيحيين فيها. كيف تنظر الكنيسة القبطية إلى هذا الخلاف؟ والله بصرف النظر عن أزمة دبلوماسية بين الفاتيكان ومصر، لكنني أرى أن بابا الفاتيكان لديه أكثر من 500,000 كاثوليكي في مصر، فأعتقد أنه الأب الروحي في هذا الشأن. الأمر الثاني أن البابا الفاتيكان لم يقصد مصر فحسب، وإنما قصد دول الشرق الأوسط ودول غير الشرق الأوسط ومنها نيجيريا وحماية المسيحيين. الأمر الثالث، لماذا هذه الحساسية مع الحكومة المصرية؟ لأنه قد سبق أن انتقدنا الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك. طيب دكتور نجيب، أسألك هنا هولندا، دكتور نجيب موقف الكنيسة القبطية لو سمحت. يعني مصر تقول أن هذا تدخل في الشأن الداخلي لمصر، هل تؤيدون أنتم في الكنيسة القبطية مثل هذا التدخل؟
والله هذه نواحي سياسية. الكنيسة القبطية لا تتدخل في العلاقة بين سياسات الدول، لكن دعني أعلق على هذا أن في نظري أن هناك حساسية أكثر من اللازم في هذا الشأن، لأننا كما قلت تدخلنا وأدنا الفيلم الهولندي وأدنا الرسوم الكاريكاتورية، ولم يقل أحد أن تدخل في شؤون هولندا. كما أيضا الشيخ الأزهر أدان بعض الممارسات ضد الأقليات المسلمة في أمريكا، ولم تقل أمريكا أن هذا تدخل في شأنها. فأنا لا أرى غضاضة في هذا الشأن، وأن هذا هو يعني دي عملية من منظومية من القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ومنها الأقليات. فأعتقد أن ما صرح به البابا الفاتيكان، نحن ككنيسة لا نتدخل في العلاقة بين الدول، ولكن من وجهة نظرنا أنه لم يقصد التدخل، وإنما قصد حماية الأقليات المسيحية سواء في مصر أو في غير مصر. طيب دكتور نجيب، ب20 ثانية لو سمحت، هل تعتقد أن تدخل الفاتيكان أو غيره من الجهات الأجنبية من شأنه تحسين وضع الأقباط في مصر أم زيادته سوءا؟ باختصار لو سمحت. أعتقد أن يعني ممكن أن تحسن الأوضاع، لأن التدخل ليس معناه تدخل عسكري أو تدخل سياسي، وإنما معناه حث الدول على احترام الأقليات. الدكتور نجيب جبرائيل في القاهرة، شكرا جزيلا لك.